مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وراك فراخ مخليه او افخاد الدجاج المخليه بطريقه حلوه قوي قوي بصوص بصل كده مكرمل تحفه، وطريقه سهله جدا. هنعملها كلها في طاسه واحده او في حله واحده ومش هتاخد معانا وقت خالص، في 5 دقايق بالظبط هتكوني محضراها. اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس واعملوا لايكات كتير عشان تشوفوا معايا كل جديد ان شاء الله. سخنت طاسة على النار او حلة او ووك ايا كان، او حطيت فيه مكعب كبير من الزبدة وشوية من الزيت، ونزلت كده بافخاد الدجاج اللي انا غسلاها بملح وليمون ومصفياها كويس جدا، وهبتدي ان انا اتبلها. حطيت رشة من الملح ورشة من الثوم البودر والبصل البودر، ما كتروش عشان الحاجات اللي بيبقى فيها بصل بالذات بتبقى حادقة شوية في الاخر، فما كتروش التوابل نهائي. انا بحط حاجات بسيطة قوي، ورشة كمان من الزعتر ورشة من السبع بهارات، وشوية من الفلفل الاسود المجروش. عايزين تضيفوا اي توابل تاني انتوا بتفضلوها مفيش اي مشكلة، بس بجد كان طعمها مظبوط جدا جدا. هقلبها على الوش التاني وهعمل نفس اللي عملته كده في الوش الاولاني. هتبل بنفس الطريقة برضو بالشكل ده كده. كمية الزبدة هتبقى مناسبة جدا جدا لان هنكمل بقية الاكلة في نفس الطاسة. زبدة وزيت، مش زبدة بس. عملت نفس الكلام، تبلت الوش التاني بالظبط زي الاولاني. وهنيجي نقطع بقى كده البصل، هقطعه جوانح من الجنب او بالطول مش بالعرض عشان يتفصص معايا كده بكل سهولة. قطعت حوالي 4 بصلات متوسطين. خلاص كده هي خدت لون جميل قوي معايا واتشمعت كويس. هنقلها في طبق بره بقى عشان ترتاح شوية بره عقبال ما نكمل بقية الاكلة بتاعتنا. هاجي بقى في نفس الطاسة كده هنزل بكمية البصل اللي عندي كده كلها، ومعلقة صغيرة مليانة من السكر، ونص مكعب من المرق، وفص كبير من الثوم، وهقلبهم لحد ما البصل يبدأ ان هو يتكرمل معايا. شايفين الزبدة؟ يعتبر البصل شرب الزبدة، بقت المادة الدهنية مظبوطة جدا جدا. هفضل اقلب فيه لحد ما يتكرمل ويبقى لونه ذهبي كله. وكمان هنلاقي الكمية قلت، وصل كده معايا للشكل دوت. هحط فلفلاية رومي وكمان فلفلاية حامية، ولو مش عايزين الحامي طبعا نستغنى عنه. وهقلبهم كده تقليبة مع بعض. وهنزل بطماطمايه متوسطة متقطعة مكعبات ومتقشرة، هتدي لون حلو قوي قوي للصوص في الاخر. وهقلبها تقلبتين 3 كده معاهم. شايفين مفيش اي سوائل خالص في الطاسة، كله بيتحمر على نار متوسطة. هاجي دلوقتي انزل تاني بالفراخ اللي كانت موجودة عندي في طبق بره. نحطها كده على الخضار بتاعنا بقى الجميل دوت. الريحة كانت تحفة. حطيتها اهوت كده بالشكل دوت، وهحط كمان العصارة اللي في الطبق ديت بالشكل ده كده. هتبل بقى الخضار دلوقتي برشة بسيطة من الملح، وكمان رشة من الفلفل الاسود، لان انا ما تبلتش الخضار. نزلت بمية مغلية
مش كتير، بسوى الصوص بالظبط، بسوى الخضار بالظبط. وهدي بقى رشة كده صغيرة من الملح بين الفراخ كده، عشان انا بصراحة نسيت اتبل الخضار. وكمان رشة من الفلفل الاسود بس. والفراخ هتنزل كل الطعم اللي فيها والتوابل اللي احنا كنا متبلينها بيها، وهتطلع معايا بالشكل الرهيب دوت. وقدمناها مع رز بالشعرية، وكانت جوسي وطعمها تحفة، والصوص كمان كان رهيب. يلا بقى اعملولي لايكات كتير، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم.